السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي. رجعنا لكم تاني وفيديو جديد. وزي ما عودتكم دايما حاجة جديدة ومختلفة. العيش التوست الجميل معظمنا طبعا بنشتريه من بره، بس انا جايبه لكم في الفيديو ده باسراره وتكاته. انا عايزه اقول لكم سهل سهل جدا، مفيهوش اي حاجه. هو المنظر كده تحس ان هو حاجه تخض وبتاع، بس هو والله جميل وطريقته سهله جدا، ومكوناته كمان سهلة قوي قوي. ان شاء الله يلا بينا على الطريقة والمقادير. دول 3 كوبايات دقيق، وعليهم كوباية الا ربع لبن. طبعا لو حابين تعملوا بمية ولبن نيدو مفيش مشكلة. عليهم بقى معلقة ملح، بنقلبها حلو. دي معلقة سكر كبيرة، عليها معلقة خميرة، وهنحط عليها اللبن ندفيه طبعا. دي معلقة زبدة، وممكن اختياري ممكن نحط زيت بدل الزبدة. تمام. ودي بيضة طبعا بدرجة حرارة الغرفة، واللي مش عاوز يحط بيض خلاص، بس هي بتدي قيمة غذائية، وبتخش برضو في مكونات الخبز، فبتديله طعم غني. هنحط بقى كل الخليط ده على على الدقيق. بسم الله. هنبدأ بقى نقلبه كده في الأول بالراحة. المتوفر عنده العجان، الطريقة دي هتبقى حلوة جدا في العجان. نبدأ بقى ايه، نلم العجين كده بالراحة ونعجنه. يعني هو عايز بس شوية عجن كده 5 دقايق مثلا 7 دقايق، بحيث ان هو ايه يتلم كده معانا ويبقى كرة حلوة ومتناسقة. خلاص شوفوا تمام كده. وده شكلها في الاخر. تبقى ولا هي طرية بتلزق ولا هي يابسة، يعني وسط كده. هنسيبها بقى ترتاح وتخمر. طبعا لو احنا في الحر وجو الصيف فمتهيألي نص ساعة ساعة الا ربع. كده بقى حجمها زاد اهو وتضاعف. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنحطها على المفرش السيليكون او الرخامة، المكان اللي عندكم المتوفر يعني. وابدأ بقى ايه افردها بالسباتولا، بالنشابة سوري. هنعملها على الوش اللي هو التاني، وافردها بالراحه. انا عايزه اقول لكم حتى هي كمان طريقه تشكيلها سهله جدا، ما فيهوش اي حاجه. هفردها جامد، هفرد كل ما ضل عجين لقطعه واحده. طبعا هي في كذا تشكيله للتوست، انا جبت لكم دي اسهل تشكيله. آه هنفردها على الاخر العجينه، بحيث ان يبقى سمكها مثلا نص سنتي. العجينه طبعا عشان طريه وخمرانه فواخده راحتها. طبعا انا عندي قالب الانجليش كيك، وبشوف الوقت اذا كان هو العرض كده هيبقى مناسب معايا، فهو كده تمام. هبدأ بقى ابرمها بالراحة. طبعا عايزة اقول لكم طريقة التشكيل سهلة جدا جدا. هقفلها من تحت علشان اضمن ان هي ايه ما تفتحش معايا، واحاول اظبط البرم بتاعها كده، بحيث ان هي ايه تبقى كلها قطعة واحدة، ما يبقاش فيها اي فتحات بعد كده. طبعا بدل هي العجينة خمرانة ومخبوزة من الاول حلو ومعجونة من الاول حلو. تمام. هتتفرد معانا بشكل حلو. هنحطها بقى في الانجليش كيك. ممكن لو حابة تحطي فيه زيت او سمنة مفيش مشكلة، تدهنيه. انا ما دهنتوش وهسيبها بقى ايه تخمر بعد كده. ده الخمر التاني. هتلاقوا الوقت بقى بعد ما خمرت حجمها ايه تضاعف. طبعا الحاجات دي لازم نسيب لها راحتها في الخمر. شوفوا بقى حجمها ما شاء الله تضاعف ازاي. انا هحطها في الفرن ساخن مسبقا على 180، وبتاخد في الفرن وقت شوية من تلت ساعة لنص ساعة. طبعا بعد تلت كده تبدأوا تشوفوها، لو الحروف احمرت تمام تمام، وهي بتحمر لوحديها، مش عايزة يفتح لها شواية ولا حاجة. طبعا كده بعد ما استوت انا هحط على الوش دي معلقتين سمنة، دي سمنة بلدي. هدهنها على الوش بحيث ان هي تديني طعم حلو كده للتوست، وبتدي له كمان ريحة جميلة وغنية جدا. انا عايزه اقول لكم ريحته اصلا جميله وحاجه جميله ان احنا نعملها في البيت. يعني مش لازم كل حاجه نشتريها من بره، نحاول ان احنا نفرح ولادنا ممكن البنات في الاجازه يعملوا حاجه زي كده.
شوفوا بقى بعد ما استوى وبقى جميل كده بنسيبه يهدى طبعا اول في الصينيه قبل ما نبدا نطلعه ونقطعه. آم، هوريهولكوا بقى من جوه. شوفوا بقى طري ازاي وهش وطعمه جميل قوي. في يوم كده نعمله مثلا يبقى في العشاء. نبقى بقى مجهزين بقى قشطة مربى نوتيلا المتوفر يعني اللي عندنا. طعمه جميل. والواحد بيفرح لما يعمل حاجة كده حلوة ومميزة وجديدة. شوفوا بقى. ممكن نقطع شرايح كمان ارفع من كده. طبعا المربى دي انا كنت عامله مربى قبل كده في القناه، دي انا اللي عاملاها. جميله قوي. والولاد حبوه جدا الصراحه. آه الطريقه حلوه. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. واعملوا لي لايك بقى وشير وحاجات بقى وحركات. اتمنى ان انتوا تتابعوني. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نبقى معاكم الايام اللي جايه على طول باذن الله. وشكرا للمتابعه، الف شكر.